وكل عمل خير. أريد أقول لكم يا إخوان قبل أن أنتقل إلى ذكر المصيبة، كل مثلا الميت يقول فاتحة، الفاتحة شو تسوي للميت؟ هذه كلها، كل فاتحة، كل سورة فاتحة، كل سورة قرآنية، كل ركعة صلاة، كل عمل خير، كل إطعام، كل الخيرات والمبرات اللي تسويها عن أبوك المرحوم، عن زوجتك، عن أخيك المتوفي، كلها تتحول إلى هدايا. حجم هذه الهدايا تساوي حجم العمل الذي أديته له. تقدم إلى هذا الميت، إلى روحه، فيتنعم ويستر. إذن لا تنسوا أمواتكم. على الأقل إذا ما عندك فلوس فلا تنسوهم بالاستغفار. لا تنسى الوالدين، ما طولهم أحياء ساعدهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إذا ماتوا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترحم على والديك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليكون عاقا لوالديه، في حياة الوالدين يكون عاقا لهما، فإذا مات قضى دينهما واستغفر لهما ودعا لهما فيمحى اسمه من العاقين فيكتب في البارين. وإن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما، فإذا مات نسيهما ولم يستغفر لهما ولم يقضي دينهما فيمحى اسمه من البارين ويكتب وين؟ في العاقين. عقوق الوالدين مو بس شرط اللي يكونون أحياء، بعد موتهم أيضا. لا تنسوا أمواتكم، هذول عينهم عدروا، مثل ما إحنا باكر إذا نزلونا بالقبر ننتظر أولادنا، أهلنا، أحبتنا يجون. في رواية رسول الله يقول روح الميت تجي ترفرف على المنزل مثل المقدي اللي يطر، يقول يا أهلي يا أولادي أنفقوا علينا مما كان في أيدينا، أموالنا اللي أمس كانت إنه اليوم صارت إلكم بدرهم أو بكسرة خبز. هذا نفس كلام رسول الله والله العظيم. كسرة خبز، إحنا جواعة، لا تنسونا. فلا تنسوا أمواتكم، أهليكم، ترى يعاملوكم أهلكم من بعدكم هكذا إذا نسيتوهم. اذكروا أمواتكم بعدكم يذكروكم، تنسوهم ينسوكم.